الشباب، صباح الرياضة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة المتواضعة عالم دعاء عسقلاني. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. حب كل الناس الجميلة اللي انضمت لعائلتنا المتواضعة، وحابة اشكركم على كومنتاتكم وعلى تفاعلكم على الفيديوهات بتاعتي. جايه لكم وايدي مش فاضية خالص، زي ما انتم شايفين طارت كبير جدا وكراتين كراتين كراتين، وبنفتح وبنلاقي مجموعة علب. العلب دي هنشوفها دلوقتي، او بمعنى اصح هي برطمانات ومتغلفة كويس علشان ما تتكسرش، برطمانات ازاز ودي الغطيان بتاعتها. تعالوا بقى ندخل المطبخ ونشوف هنعمل ايه بالحاجات الحلوة دي. النهارده قررت ان انا اعمل تجديدات في المطبخ، واول حاجه قررت اجددها هي الركن بتاع التوابل. التوابل موجوده عندي في كل حته وفي كل مكان وملهاش مكان محدد، وكل ما اخصص لها مكان ما كنتش ببقى موفقه فيه. النهارده قررت ان انا اجيب برطمانات علشان احط فيها التوابل وتكون كلها شبه بعض. خليكم فاكرين الشكل اللي قدامكم ده كويس، علشان دي هنعملها، يعني دي حاجه هنستخدمها بعدين قدام في الفيديو ان شاء الله. انا جبت كراتين من اللي كانت جايه مع الاوردر وغلفتها زي رول كده، وادتني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهشبكهم في بعض بحيث انهم يعملوا زي رف كده. نيجي بقى للنجم بتاع الفيديو بتاع النهارده، الاستيكرات بتاعه التوابل. الاستيكرات دي منتشره جدا في كل حته وفي كل مكان، بس الخامه بتختلف يا جماعه من مكان لمكان. الخامه دي تخينه وزي ما يكون محببه كده، والكلام تحسوه جوه البلاستيك نفسه، مش موجود من بره، ممكن مع الاستخدام ان هو يتمسح. لا، ده هو موجود تحسوه جوه البلاستيك نفسه، والخامه بتاعتها ما شاء الله تقيله ومحمله الميه، وضد اي حاجه ممكن تاثر فيه. يعني لو غسلتيه في الميه عادي جدا، لو اتغسل في غساله الاطباق عادي جدا، غير الخامات التانية اللي موجوده في السوق اللي تلاقيها اتنت منك، او شكلها او الرسمه اللي عليها اتمسحت، او اي حاجه من الحاجات دي. وهنا جبت الباكيت كله بتاع العلب زي ما انتم شايفين، دي بتتباع بالدسته زي ما انتم شايفين كده، بيجوا متدبسين مع بعض ومتغلفين كويس جدا، وبيبعتوا الغطيان في كيس منفصل او في حاجه منفصله بعد كده، وكلهم بيبقوا موجودين في كرتونه كبيره ومتغلفه ومتبطنه كويس جدا ومحميه كويس جدا، وبيوصلوها لك لغايه باب البيت. دورت على فوارغ كتير ودورت على برطمانات كتير، لقيت اسعار فلكيه. الاسعار اللي شفتها بتاعه البرطمانات وكمان الاستيكرات معاها، يعني بيبقوا باكج كده مع بعض، بصراحه في متناول اي حد ممكن يبيع كليته ويروح يجيب على طول البرطمانات والاستيكرات. المكان اللي قررت ان انا احط فيه علب التوابل، المكان ده مفروض في المطبخ او في الدولاب بتاع المطبخ، بيبقى عباره عن رف، هو اسمه رف التوابل، هو اسمه كده رف التوابل. التوابل ده يا بنات يعني بصوا هو عملي جدا وجميل جدا، ولو استغلناه صح هيشيل كميه توابل كبيره جدا، وكمان هيرتب كل التوابل بتاعتنا. فانا قررت ان انا في المساحه دي هحط دورين، مش هحط دور واحد من البرطمانات. وهنعرف ازاي دلوقتي هنحط الدورين. كل الحاجات اللي موجوده في المكان ده ونظفته ولمعته بالوايبس. احنا طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا ما بستغناش عن الوايبس. بص، المكان نضيف وبقى جاهز لاستقبال العلب الجديده. ناس كتيره جدا هتسالني على العلب جايباها من فين والاستيكرات جايباها من فين. ان شاء الله هحط لكم اللينكات بتاعه الحاجات اللي انا او الاماكن اللي انا جبت منها الاستيكرات والبرطمانات في الكومنتات. اللي هيسال عليهم ان شاء الله هحط له اللينكات. وزي ما انتم شايفين طلعت البرطمانات من الباكج بتاعهم والتغليفه بتاعتهم، وغسلتهم كويس جدا وسبتهم يتصفوا، وبدات بعد كده احط الاستيكرات على العلب على حسب التوابل الموجوده عندي. انا في توابل ما كانتش موجوده عندي، ففي حاجات كتيره فضلت في اللزق بتاعها او في الورق بتاعها ما استخدمتهاش. من واحده بتشتري دايما اونلاين، ما تشتريش من اول مكان يقابلك وتسمعي في رقم كده ممكن يبقى رقم غير منطقي وغير حقيقي بالمره. اسالي مره واثنين وثلاثه، ودوري في اكتر من مكان حتى لو هتشتري الحاجه دي بالجمله. يعني كميه العلب اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ممكن تبقى بالنسبه لاي حد تاني كمية كبيرة، بس بالنسبة لي كانت مناسبة جدا، ومع الأيام استخدمت الكمية كلها تقريبا.
زي ما انتوا شايفين كده قطعتين الكرتون عملنا بيهم رف علشان نحط دور تاني من علب التوابل علشان مساحة الرف عالية شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنقدمها ان شاء الله.